السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار المساء. وهذا أبرز عنوانها: خياط مغربي ارتكب أبشع جريمة. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة المحمدية صباح اليوم من توقيف شاب يبلغ من العمر 34 سنة يزاول مهنة الخياطة، وذلك على خلفية ارتكابه لجناية القتل العمد والسرقة. راح ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة. وحسب مصادر أمنية، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني خلال اليومين الماضيين إجراءات معاينة جثة الضحية داخل منزلها بالمحمدية بعد تعرضها لطعنات باستعمال السلاح الأبيض تسببت في وفاتها على الفور. وقد أفضت التحريات المنجزة إلى تشخيص هوية القاتل بالاعتماد على تسجيلات الكاميرا من مكان الجريمة واستغلال البصمات المرفوعة من مكان الحادث. كما جرى توقيف المشتبه به صباح اليوم في محله للخياطة، وقد تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.